السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نشارك معكم وصفة لمشاكل الجهاز الهضمي. فراه هاد الوصفه مجربه فعاله مضمونه، صدقوني جربوها راه ما غاديش تخطاكم. قبل ما ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو باش الفائده تعم والفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. غادي ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه. بالنسبه للمكون الاول اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هو الشيح، فهو من اشهر الاعشاب الصحيه او لا الطبيعيه المعروفه في الطب العربي اللي كيخدموها الناس لجميع الامراض اللي ما عارفينش الاسباب ديالها ومنين جات، لانه عنده فوائد كبيره سواء الجهاز الهضمي اللي كيطرد الديدان من البطن، كيخفف الانتفاخات والغازات اللي موجودين بالقولون ولا بالبطن، وهو واحد الفاتح ديال الشهيه الناس اللي عندهم الشهيه ناقصه، ومضاد للالتهابات والميكروبات. وبالنسبه للشيح فكذلك كينظم السكر بالجسم وهو زوين للكبد وكينظم الدوره الشهريه. فهو واحد المكون لمشاكل البطن، سواء طارد قوي للديدان والطفيليات بالبطن، كيخفف الانتفاخ والغازات بالبطن، وهو كذلك كينظم عسر الهضم اللي كيكون بالامعاء وكينظم الحركه ديال الامعاء. فهو مقوي ومفيد للقولون، كيطهر المعده من المشاكل وكذلك كيحل المشاكل ديال الهضم. راه الفوائد ديالو كبيره وعديده ولا تحصى. وبالنسبه لطريقه الاستخدام ديالو راه باينه، غير تفرج من الفيديو من الاول حتى الاخر. وبالنسبه للمكونات ديال الوصفه فيها الشيح، غادي ناخذ معلقه ديال الشيح، وغادي ناخذ عصره ديال نصف ليمونه اولا الحامض. غنعاود معكم المكونات. غناخذ معلقه ديال الشيح، غنديروا عليها الماء المغلي، وغادي نضيفوا ليهم عصره ديال الحامض اولا 2 معالق ديال العصير ديال الحامض، وغادي نخليو الوصفه ديالنا ترتاح واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نصفيوها وغادي نحليو المشروب ديالنا بالعسل، وغادي نشربوه بعد الغداء، يعني ماشي على الريق. الا كانت شي بلاصه كضركم ما تشربوهش على الريق، تفطروا قبل اولا تغداو قبل، المهم كل شي حاجه قبل عاد تشربوا هذه الوصفه. والله يجيب الشفاء للجميع، وراه وصفه مجربه مضمونه والنتائج ديالها فوريه كتبان من الاستعمال الاول ديالها. وكنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو. شكرا بزاف.